صباح الخير أو مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة النهاردة. لما كان عندي 8 سنين كنت عايشة في مصر في القاهرة، ورحت أزور خالي في إنجلترا. جت مراته في يوم قالت لنا أنا وولاد خالي إن إحنا هنروح السينما تاني يوم. طبعا وقتها السينما كانت حاجة exciting أكتر من دلوقتي بكتير، عشان ما كانش عندنا كل الستريمينج سيرفيسز اللي عندنا دلوقتي والبيج سكرين تيفيز والحاجات دي، فكانت السينما حاجة أكبر بالنسبة لنا وقتها من دلوقتي بكتير. فانبسطت قوي إن إحنا هنروح السينما. جينا تاني يوم لقيت مرات خالي بتقول النهاردة شمس فهنروح البارك بدل السينما. فأنا استغربت جدا وقلت ايه البلد الغريبة دي؟ ليه بيقفلوا السينما عشان الدنيا شمس؟ ايه العلاقة يعني؟ وقعدت أفكر ايه يا ربي ممكن تكون العلاقة ما بين الشمس والسينما؟ ليه يقفلوا السينمات لما يكون الدنيا شمس؟ فرحت سألت خالي، قلت له يا خالو هو ليه عندكم بيقفلوا السينما لما يبقى الدنيا شمس؟ فطبعا خالي ضحك وفهمني انه السينمات مش قافلة ولا حاجة، بس هما بيستخسروا لما يبقى يوم شمس يقضوه في مكان مقفول زي السينما أو مول. مش بيحبوا يضيعوا يوم شمس، بيحبوا يقضوه في مكان مفتوح فيه شمس زي بارك. طبعا أنا جاية من القاهرة والشمس بالنسبة لنا عادي، يعني حاجة موجودة كل يوم، مش حاجة بنفكر فيها. فعمر ما جه في بالي إن الناس ممكن تغير خططها أو تلغي حاجة كانت ناوية تعملها علشان يوم شمس. ودي كانت أول مرة في حياتي أفهم فكرة السكيرسيتي أو الندرة، إن لما حاجة بتكون نادرة أيا كانت هي إيه بننتبه لها أكتر، بناخد بالنا منها، بنديها قيمة كبيرة، ممكن حتى نغير خططنا أو نبني قراراتنا عليها. وهو ده السكيرسيتي برينسيبل، مبدأ الندرة، اللي بيأثر بشكل كبير على قرارات كتيرة جدا بناخدها كل يوم، سواء إحنا واخدين بالنا من ده أو لأ. وإنت فكر فيها، فكر في حياتك في الأسبوعين اللي فاتوا أو الشهر اللي فات أو السنة اللي فاتت. هل حصل إن أنت كنت محتار ما بين حاجتين في مطعم، تطلب دي ولا دي، واخترت تطلب الحاجة اللي في السبيشلز عشان مش موجودة طول الوقت، أو الحاجة اللي موجودة بس في المطعم ده علشان الحاجة التانية موجودة في مطاعم كتير؟ هل حصل إن أنت كنت في كافيه أو في سوبر ماركت واخترت الفليفر الليميتد اديشن أو السيزونال علشان موجود لفترة صغيرة، أو الفاكهة اللي الموسم بتاعها قصير؟ أنا فاكرة لما كنت صغيرة وعايشة في مصر كنا في موسم المانجا بنهري نفسنا مانجا. طبعا المانجا المصري ملهاش حل في جميع الأحوال، بس علشان كمان كان موسم قصير وبقية السنة مفيش مانجا، كنا في الموسم بتاع المانجا ده لو نطول ما ناكلش أي حاجة غيرها، عايزين نعمل كده قبل ما تخلص ونقعد طول السنة مفيش مانجا لغاية لما يجي الموسم بتاعها في السنة اللي بعدها. طيب جربت تفتح نتفليكس أو أي ستريمينج سيرفيس تانية وبعدين تلاقي مسلسل أو فيلم مكتوب عليه leaving soon، فتقرر إن أنت تتفرج عليه علشان تلحقه قبل ما يمشي، رغم إن مش ده اللي كنت ناوي تتفرج عليه وأنت بتفتح؟ طيب لو عندك 2 أصحاب، واحد عايش معاك في نفس المدينة وموجود على طول، والتاني عايش في بلد تانية وجاي أجازة أسبوع، والاتنين بتحبهم جدا وبتحب قعدتهم جدا، والاتنين كلموك في نفس اليوم وكل واحد فيهم قالك يلا ننزل النهاردة، هتروح مع مين؟ مع اللي هيمشي بعد أسبوع ومش هتشوفه تاني لغاية السنة اللي بعدها، ولا اللي موجود وممكن تشوفه في أي وقت؟ كل الحاجات دي وغيرها كتير قوي بتبان اختيارات أو قرارات تلقائية في اللحظة، بس كلها مدفوعة بمبدأ نفسي قوي جدا، وهو مبدأ الندرة، the scarcity principle. وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم عن تأثيره علينا في الحاجات الكبيرة والحاجات الصغيرة، وهنتكلم عن علاقته بحاجة تانية جوانا في الذهنية بتاعتنا احنا، وأهم حاجة هنتكلم عن ازاي احنا نستخدمه وازاي ما نخليهوش يستخدم ضدنا أو يتسيطر علينا عن طريقه من غير ما نحس. ايه هو the scarcity principle أو مبدأ الندرة؟ مبدأ الندرة أو the scarcity principle هو واحد من أقوى مبادئ سيكولوجية التأثير، وهو مبدأ بسيط لكن شديد الفاعلية. بيقول إنه لما حاجة بتكون محدودة، حصرية، مفيش منها كتير، سهل تخلص، نادرة، بنشوفها على إنها قيمتها أعلى وبنكون عايزينها أكتر. في كتابه الشهير Influence، روبرت شالديني بيشرح إننا لما بنحس إننا ممكن نفقد القدرة على الحصول على شيء، بنحس بضغط يكاد يكون غريزي إن إحنا نتصرف، إن إحنا نعمل حاجة علشان نلحق. وكل ما كانت الندرة أشد، كل ما الرغبة في الحصول على الشيء ده بتبقى أقوى. ودي مش مجرد خدعة من خدع التسويق الحديث، دي حاجة متبرمجة جوانا كبني آدمين. طيب ليه الندرة بتأثر فينا بالشكل القوي ده؟ لو فكرت فيها هتلاقي إنه لأغلب تاريخ الجنس البشري الندرة كانت حاجة بتهدد استمرار الحياة. لما الأكل بيبقى قليل، لما بيبقى مفيش shelter، مفيش ملجأ أو مكان نحتمي بيه،
لما الموارد بتكون نادرة لازم تتصرف بسرعة، يا إما ممكن بقائك نفسه تدفعه تمن إن أنت you might not survive. فعلى مدار آلاف السنين عقولنا اتطورت إن هي تتعامل مع الندرة بإلحاح. في اللحظة اللي بندرك فيها إن في حاجة بتخلص، في حاجة هتختفي، في حاجة هتبقى نادرة، بينطلق أمر من مخنا بأقصى سرعة: محتاج أحصل على الحاجة دي قبل ما تختفي، محتاج أأمن نفسي فيها قبل ما تخلص. الندرة بتخلق الخوف من فوات الفرصة، والخوف ده بيخلينا نتصرف. وطبعا دي حاجة البيزنسز والمسوقين بيستخدموها على طول. مش عايزة أقول بيستخدموها ضدنا، لأنه مش كل حاجة أنت بتشتريها تحت تأثير المبدأ ده أو أي تأثير تاني بتبقى بالضرورة كان قرار غلط. وطبيعي إنه في الماركتينج زي في أي مجال الناس اللي بتشتغل فيه هتستخدم كل الوسائل علشان تنجح شغلها، لكن المهم إن أنت تبقى عارف تحسب كل حاجة من دول بطريقة مناسبة ليك، وده هنتكلم عنه أكتر في جزء لاحق من الحلقة. فمبدأ الندرة من المبادئ اللي بيعشقها المسوقين، لأنها من أسهل الطرق إن أنت تخلي الناس تبقى عايزة حاجة أكتر. وناس كتير ممكن تبقى جربت الإحساس ده، إنه أنت بتبص على حاجة أونلاين بتفكر تشتريها ولا ما تشتريهاش، وبعدين تلاقي إنه مش فاضل غير قطعة واحدة أو قطعتين من اللون اللي عاجبك أو المقاس بتاعك، فتحس إن أنت لازم تلحق بسرعة تجيبها قبل ما الفرصة تخلص، أو إنه حاجة يبقى عليها سيل والسيل هيخلص في خلال ساعة، فتحس إن أنت لو ملحقتش تستغل السيل في الوقت الصغير بتاعه ممكن تضطر تدفع أكتر بعد شوية، أو ممكن الحاجة في سعرها الأصلي تبقى غالية قوي فما تقدرش إن أنت تجيبها. فده بيزود احتمالية إن أنت تاخد القرار بسرعة. وفكرة الحصرية، الاشتراكات الحصرية، الأعمال الفنية اللي حصرية على قناة معينة، فلو ما اشتركتش في القناة دي مش هتعرف تشوف العمل ده، أو في كورس أو workshop أونلاين مثلا ويبقى فيه exclusive access لل VIP participants، إن هم بس مثلا اللي هيقدروا يحضروا sessions معينة، وال VIP tickets دي ولا ال VIP seats دي مفيش منها غير 10. وأحيانا الندرة بتكون ندرة مصطنعة أو صناعية. ندرة الهدف الوحيد منها هو إنك تزود قيمة الحاجة عن طريق الندرة، مش علشان بطبيعة الحاجة دي هي فعلا نادرة أو محتاجة تبقى نادرة. عايزة أحكي لكم دلوقتي عن حاجة حقيقية فيها استخدام جبار للscarcity principle أو لمبدأ الندرة، وهي حكاية الشنط البيركن والكالي من إرماز. إرماز من أغلى بيوت الأزياء الفرنسية، وبيركن وكالي دي أسامي موديلات شنط عندهم. لو سمعت عنهم فأكيد سمعت إن هم غاليين لدرجة بالنسبة لأغلب الناس درجة ممكن تكون تضحك، بس مش هذه الفكرة، في شنط تانية كتير غالية زيهم. بس الشنطتين دول بالذات بقوا قصة وموضوع، ولو دخلت على تيك توك أو إنستجرام وكتبت أساميهم هتلاقي فيديوهات كتيرة جدا ناس بتتكلم على محاولاتها إنها تشتريها وإزاي عرفت إنها تشتريها وقصصها معاها ومغامراتها معاها وعندهم كام واحدة منها، وبيعتبروا إنه حصولهم عليها حدث وحاجة تستاهل إن هم يصوروها وينشروها والناس اللي مهتمة بالموضوع تقعد تتفرج عليها. كل ده ليه؟ مش علشان أي حاجة مميزة في الشنط نفسها ولا في موديلها ولا في خامتها ولا أي حاجة، دي حاجات ممكن نتفق أو نختلف عليها، وفي الموازي ليها واللي يمكن في رأي بعض الناس يكون أحسن منها عند مصممين أو بيوت أزياء تانية. لكن إرماز تمكنوا من فن الكنترول سكيرسيتي، الندرة المحكومة أو المتحكم بها، وخلوا الشنط دي تحديدا بقت رمز، مش قادرة أقول المكانة الاجتماعية عشان مش مقتنعة، بس رمز الحاجة. إزاي؟ الشنط دي مش موجودة في المحلات بتاعتهم وأي حد يقدر يدخل يشتريها، حتى لو معاكي المبلغ كله كاش في شنطتك ما تقدريش تدخلي المحل وتنقي شنطة بيركن أو كالي وتدفعي تمنها وتشتريها. الموضوع مش بالبساطة دي، كده تبقى حاجة سهلة والشنط تنتشر وكل من هب ودب يشتريها. الموضوع أصعب من كده بكتير. الأول لازم تبني علاقة مع الشركة وتقعدي فترة بتشتري منتجاتهم التانية، المنتجات العادية اللي بيعرضوها في المحلات عادي ويقدر أي حد يخش يشتريها. وبعدين لما يقتنعوا بيك أو يرضوا عنك ساعتها يمكن يعرضوا عليكي شنطة من دول. وساعتها برضو مش بتختاري الشنطة، مش بتختاري اللون ولا المقاس، هما بيعرضوا عليكي واحدة بالمقاس واللون اللي هما اختاروه، وانتي تقبلي العرض وتدفعي تمنها وتاخديها أو لأ. طبعا انتي لو عميلة مهمة هياخدوا رغباتك في الاعتبار، بس برضو هما اللي بيختاروا مش انتي. طبعا ده كلام يبدو غير منطقي بالمرة،
ايه الشركة اللي مش عايزة تبيع دي؟ وبيبيعوا ويشتروا في العميل يعني قبل ما يبيعوا له الشنطة ليه؟ لكن الاستراتيجي دي نجحت لدرجة ان الناس مش بس بتشتري الشنط دي وبتقعد شهور واحيانا سنين بتخطط عشان تشتريها. الناس بتبقى obsessed بيها وبقى في سوق كامل لإعادة بيع الشنط دي، وبتتباع في أحيانا كتير أكتر من السعر اللي الناس اشترتها بيها، علشان ناس عايزة تشتريها من غير ما تستنى وتقعد سنين تشتري من إرماس حاجات تانية على ما يتكرموا ويعرضوا عليهم شنطة بيركن أو كلب. فبيروحوا يشتروها من حد اوريدي اشتراها وبيدفعوا فيها أكتر من تمنها الأصلي. بعض الناس بتجمعها كأنها تروفيز، وبعض الناس بتعتبرها investment pieces عشان سعرها بيزيد. وكل ده جاي من التحكم الرهيب في ندرة المنتج ده وثقة الناس إنه إرماز مش فجأة هتغرق السوق بيها. دي من أغرب وأقوى القصص في استخدام ال scarcity principle. بس once إن أنت فهمته، لو دورت عليه حواليك هتشوفه في حاجات كتير قوي. ودلوقتي هننتقل من عالم الأزياء لعالم السوشيال ميديا، وهنتكلم عن مثل تاني تم فيه استخدام المبدأ ده، مبدأ الندرة أو the scarcity principle، بطريقة عبقرية ساهمت في نجاح كبير جدا. بس القصة انتهت نهاية مختلفة. فاكرين كلاب هاوس؟ الناس اللي مش عارفة ايه هو كلاب هاوس، كلاب هاوس هو سوشيال ميديا اب ظهر في 2020 وعمل ضجة جامدة قوي وقت ظهوره. طبعا التوقيت لعب دور كبير قوي في نجاحه، لأن ده كان بداية اللوك داون بتاع كوفيد، لما كانت الناس كلها معزولة ومفتقدة للتواصل ومش قادرين يبقوا مع بعض في الحقيقة وعايزين يحسوا إن هم مع بعض بطريقة مختلفة. فالتوقيت والظروف دي خدم كلاب هاوس جدا، خصوصا إنه كان مختلف عن السوشيال ميديا أبس اللي كانت موجودة وقتها. كان أوديو وكان لايف وكان مخلي الناس تحس إن هي قاعدة مع بعضها في وقت كانت محتاجة فيه إنها تحس بكده. بس الضجة اللي كلاب هاوس عملها في الأول والحالة اللي كانت موجودة إن كل الناس في دوائر معينة بقت فجأة بتتكلم عنه، وناس كتير بدت تسمع اسمه ومش عارفة هو إيه أصلا، وابتدت الناس تدخل تعمل سيرش وتكتب what is Clubhouse. ده كان بسبب إنه الفاوندرز بتوعه في الأول أخدوا قرار ذكي جدا وخلوه by invitation only. يعني إيه؟ يعني ما تقدرش إن أنت تنزل الأب وتعمل أكاونت عادي زي ما بنعمل على أي سوشيال ميديا أب. تقدر تنزل الأب بس مش هتقدر تعمل أكاونت غير لو حد مديلك دعوة. الأول هما المؤسسين دعوا مجموعة من الناس هم اختاروهم، وده خلى الناس تبتدي تتكلم عن كلاب هاوس كأنه exclusive club في private networking events، كأنه نادي حصري بيحصل فيه events بيحضرها بس مجموعة من الناس اللي مش عادية. وبعدين ادوا دعاوي للناس دي وخلوهم هم يدخلوا بعض الناس، ولما حد يدخل بعدها بشوية يجيله دعوة واحدة علشان يدخل شخص تاني واحد. ده عمل كذا حاجة. ناس كتيرة جدا بقت بتسمع عن كلاب هاوس وعايزة تدخل ومش عارفة، وعشان كل واحد في الأول كان بيبقى معاه دعوة واحدة أو دعوتين بالكتير، كان بيختار هو بيدخل مين. وفي حاجة تانية كمان مهمة، إنه كان بيتكتب على البروفايل بتاع كل واحد مين اللي دعاه، وده خلى ناس كتير حريصة إن هي لما تدخل حد تدخل الناس اللي فعلا هتضيف حاجة أو ناس تكون مناسبة للجو اللي موجود. وفعلا ده خلى الجو جوه كلاب هاوس ومستوى الحوارات اللي داير فيه كان مختلف عن أي سوشيال ميديا بلاتفورم تاني. كان مكان فعلا بيحصل فيه كم كبير جدا من القيمة المضافة، سواء في أفكار بتطلع في نقاشات، سواء في محتوى بيتقدم، سواء في علاقات واتصالات بتتعمل طلع منها مشاريع وشركات وإنتاجات في مجالات مختلفة. وبعد شوية من كتر ما الناس كانت بقت عايزة تدخل، ابتدى ناس تبيع الدعاوي دي وكان في ناس بتشتريها بمبالغ كبيرة. وبدأ لفترة كلاب هاوس إنه قصة نجاح مرعبة محدش شاف زيها قبل كده. بس للأسف بعد شوية كل ده ضاع، وده لكذا سبب، من ضمنها بعض الأسباب المهمة اللي ليها علاقة باختفاء الندرة دي. بس ما كانتش المشكلة بس هي اختفاء الندرة وإنه البلاتفورم اتفتح على البحري وبقى أي حد عايز يدخل يقدر يدخل زيه زي أي سوشيال ميديا بلاتفورم تاني. دي ما كانتش المشكلة الوحيدة. من ضمن المشاكل إنه مع اختفاء الندرة دي اختفى جزء كبير من القيمة اللي كانت مرتبطة بيها. الجو جوه البلاتفورم اختلف، نوعية الحوارات اللي بقت موجودة اتغيرت، شكل المحتوى اللي كان بيتقدم اتغير تماما. وطبعا لما ده حصل ناس كتير من اللي كان وجودها عامل قيمة واختلاف للبلاتفورم بدت إنها تهرب منه. وتزامن مع ده حاجات تانية،
التوقيت والظروف المحيطة لعبت دور، زي ما لعبت دور في نجاحه لعبت دور في فشله بعد كده. لما اللوك داون خلص والناس رجعت لحياتها العادية وما بقتش محتاجة شكل الكونكشن المختلف ده زي الأول، ده طبعا أثر عليه سلبا. السوشيال ميديا البلاتفورمز التانية زي تويتر وفيسبوك ابتدوا يقدموا خدمات مشابهة، وكلاب هاوس نفسه ابتدى يغير الفيتشرز بتاعته ومع الوقت فقد شخصيته تماما. وفي ثيوريز تانية كتير الناس بتتكلم فيها عن أسباب نجاحه وفشله، بس اللي يهمنا هنا من القصة دي هو إنه the scarcity principle أو مبدأ الندرة لما بتستخدمه بطريقة صح ممكن يزود فرص نجاحك بدرجة كبيرة جدا. بس لما الندرة دي تديلك فرصة إن أنت تخلق قيمة معينة، لازم القيمة دي تستمر وإلا النجاح هيختفي. وده بيفكرني بحاجة تانية بتسأل فيها كتير جدا ليها علاقة بالscarcity principle، بس المرة دي في الديتنج والعلاقات. كتير قوي الناس بتسألني، هو أنا المفروض إن أنا أعمل نفسي مش متاح، أعمل نفسي مشغول أكتر من الحقيقي؟ لو حد أنا في بداية ديتنج معاه، في بداية علاقة، تعرفنا على بعض، بدينا نتكلم، هل المفروض لما يكلمني مردش على طول؟ لما يبعتلي تكست أستنى ساعتين 3 قبل ما أرد، مع إني ماسكة التليفون في إيدي ومستنية التكست، وأول ما التكست جه عايزة أرد؟ هل لازم أعمل نفسي مش فاضية ساعتين 3 واستنى عشان ما يحسش إن أنا فاضية ومركزة؟ لو قال لي يلا نخرج النهاردة، لازم أقول له لأ مش فاضية، خليها كمان يومين 3، رغم إن أنا موريش أي حاجة في ال3 أيام دول؟ إيه الصح؟ لو اتصرفت بشكل تلقائي ممكن يحس إن أنا متاحة زيادة عن اللزوم، ولو كدبت ومثلت ما هو ده مش كويس إن إحنا نبتدي علاقة من غير ما نبقى صراحة وحقيقيين مع بعض. The scarcity principle أو مبدأ الندرة زي ما قلنا هو مبدأ نفسي حقيقي جدا وقوي جدا، مش بمزاجنا إن إحنا بنتأثر بيه. ففعلا لو أنت أو أنتي كنتوا متاحين طول الوقت، بترد بسرعة، على طول موجود، على طول available إنك تنزل، على طول فاضي، على طول ما عندكش حاجة أهم، ده فعلا هيقلل قيمتك في نظر الشخص التاني ده أو الطرف التاني غصب عنه، مش علشان هو حد judgmental أو عايز يحكم عليك أو هو وحش أو شايف نفسه أو أي حاجة زي كده، بس علشان زي ما قلنا دي حاجة إنسانية طبيعية. وحتى لو كان هو شخص هو كمان فاضي فمبسوط وما صدق إنه لقى حد فاضي زيه، فانتوا الاتنين طول الوقت فاضيين وطول الوقت متاحين لبعض، ده برضه هيقلل من قيمة الوقت بتاعك اللي انت بتقضيه معاه، التواجد بتاعك، الاهتمام بتاعك. كل دي حاجات قيمتها مش هتبقى كبيرة لأنها موجود منها كتير، وغصب عنه حتى لو هو فاضي ومبسوط بوجودك ده، الحاجات التانية في حياته أو الناس التانية في حياته اللي ما عندهاش نفس الوفرة هتبقى ليها أولوية أعلى. برضه مش حاجة وحشة منه، لكن حاجة طبيعية عند كل البني آدمين. في نفس الوقت لو انت عملت نفسك مشغول وانت مش مشغول، لو انت عملت ان عندك حاجات تانية وانت ما عندكش حاجات تانية، دي مش بس مشكلة عشان انت كده بتكذب او بتتلاعب، لكن في مشكلة تانية ان هو الشخص التاني ده وانس انه دخل حياتك او دخلت حياتك هيشوف الحقيقة، وهيعرف ان انت كنت راسم وضع مش حقيقي، وانه الحقيقي ان انت فاضي وحياتك ما فيهاش حاجات تانية كتير قيمة شغلك. عشان كده الصح مش ان انت تعمل نفسك مشغول او ان انت تعملي نفسك مش متاحة، الصح ان انت تبقي فعلا مشغولة وفعلا مش متاحة، وتبقى فعلا عندك حاجات كتير في حياتك ليها قيمة، ليها قيمة بالنسبة لك انت على الأقل. انه يبقى عندك شغلك وهواياتك وحياتك الاجتماعية وصحابك المهمين بالنسبة لك، الحاجات اللي انت بتحب ان انت تعملها وليها قيمة عشان انت بتستمتع بيها حتى لو ملهاش قيمة كبيرة عند الناس التانية. كل دي حاجات مهم إنها تبقى موجودة في حياتك وإنت داخل على مرحلة ديتنج أو علاقة جديدة، علشان أولا هتحللك أو هتحللك المعضلة اللي دايما بتسأل فيها دي، بس في كمان سببين تانيين أهم من ده. السبب التاني إنه ده هيخليك أنت شخص attractive أكتر بكتير. لما تكون شخص حياتك فيها حاجات كتير ليها معنى وحاجات كتير مهمة بالنسبة لك، حياتك بيبقى فيها حركة وحيوية وبيبقى عندك حاجات تحكيها وحاجات تتكلم عنها وحماس وطاقة هتخليك أو هتخليكي جذابين أكتر بكتير. ودي حاجة تقدري تعمليها حتى لو مش بتشتغلي، دي حاجة ملهاش علاقة بإيه تحديدا اللي بيتعمل قد ما ليها علاقة إنه يبقى عندي حاجات كتير بعملها، حتى لو إني بقرا في حاجات أنا مهتمة بيها، بروح كل يوم أشرب القهوة في مكان بحب أقعد فيه، بقعد أكتب أو أتأمل. مش لازم تبقى حاجات كلها معتمدة على شغل أو على وجود ناس تانية متاحة إنها تعمل معايا حاجات مختلفة. اللي أنا بتكلم فيه ده حاجة معتمدة أكتر بكتير على المايند سيت بتاعتي،
من إن هي معتمدة على ظروفي الخارجية أو ناس تانية في حياتي. وتالت سبب يخلي ده مهم غير إنه يحللي المعضلة اللي بنسأل فيها من الأول وإنه يخليني شخص جذاب أكتر، السبب التالت هو إنه لما يكون الوقت اللي فاضي عندي علشان أديه لشخص جديد هيدخل حياتي، أو المساحة في حياتي اللي فاضية وحملاها بشخص أو أشخاص جديدة هتدخل حياتي قليلة، ده هيخليني أنتقي جدا الناس اللي هدخلهم في حياتي، الناس اللي هقضي معاهم وقت، الناس اللي هديهم طاقة واهتمام. لكن لما يكون وقتي واهتمامي وطاقتي وتركيزي حاجات فاضية ومتاحة، ما بصدق إنه أي حد يدخل عشان يملاها، وبالتالي هيبقى درجة الانتقاء أقل بكتير. ودي حاجة بشوفها كتير قوي مع الكلاينتس بتوعي لما بيبتدوا يبنوا حياتهم بشكل إنها مليانة حاجات كتير مهمة بالنسبة لهم، بيبتدوا يبقوا سيلكتيف أكتر بكتير في الحاجات اللي بيعملوها، في الناس اللي بيصاحبوها، في العلاقات اللي بيستثمروا فيها وقت وطاقة. ودي حاجة بتنعكس بشكل إيجابي على جودة علاقاتهم وعلى صحتهم النفسية بشكل عام. بمناسبة المايند سيت، عايزين نتكلم دلوقتي على حاجة مختلفة عن ال scarcity principle بس ليها علاقة كبيرة بيه، وهي ال scarcity mindset، ذهنية الندرة. يعني إيه؟ لما أكون أنا اللي مؤمن إن مفيش كفاية، إن كل حاجة محدودة قليلة، إن الفرص الحلوة قليلة، إن الناس الكويسة مش موجودة، إن الوقت مش كفاية، الفلوس مش كفاية، الحب مش كفاية، النجاح مش كفاية. الصوت اللي بيقول لنا جوه دماغنا لو الفرصة دي ضاعت مش هلاقي غيرها، لو الشخص ده ما اختارنيش محدش غيره هيختارني، لو علمت الناس اللي انا متعلمه حد تاني هياخد مكاني. ده الاحساس اللي بيخلينا ماسكين متشعلقين خايفين نخسر، بدل ما نبقى واثقين انه دايما في حاجات تانية موجودة، حاجات غير دي متاحة، انه محدش بياخد رزق حد. فعلى قد ما مبدأ الندرة أداة قوية لما تستعملها صح، سواء في التسويق، سواء في التأثير، سواء حتى في الجذب، ذهنية الندرة حاجة دايما هتعوقك في محاولاتك ان انت تحقق الوفرة والنمو والحرية. وده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، ازاي نخرج من ذهنية الندرة لذهنية الوفرة، وازاي نستخدم مبدأ الندرة بطريقة تساعدنا من غير ما تأذينا أو تأذي غيرنا، ازاي نتخلص من ذهنية الندرة وتأثيرها علينا، ونتعامل مع مبدأ الندرة بشكل صح. لأنه المشكلة مش في الندرة نفسها، المشكلة في علاقتنا بيها. لما فكرة الندرة تتحكم فينا، سواء كانت في الفلوس، في العلاقات والناس، في الشغل والفرص، بتخلينا ناخد قرارات نابعة من الخوف، بتخلينا نتمسك ونتنازل ونتردد في الأوقات الغير مناسبة. لكن لما نفهم الندرة على حقيقتها، إنها أداة ومبدأ للتأثير ودايناميك موجود في الطبيعة وفي الحياة، نقدر إن إحنا بشكل واعي نقرر إزاي نتعامل معاها وإزاي نستغلها بطريقة متسقة مع رغباتنا ومبادئنا في وقت واحد. أول خطوة عايزين نتعرف على ال scarcity triggers في حياتنا، المثيرات لإحساس الندرة في حياتنا. فأول خطوة هي الوعي. ابتدي لاحظ إمتى الندرة بتظهر في تفكيرك وفي قراراتك. هل بتتردد إن أنت تقول أفكارك في الشغل عشان بتخاف إن حد تاني ياخد مكانك؟ هل بتفضل في علاقات هل بتفضل في علاقات مش مناسبة أو مش مرضية عشان حاسس إنك مش هتلاقي بدائل؟ هل بتشتري حاجات مش محتاجها لمجرد إن عليها سيل أو offer، أو خايف لما تحتاجها ما تلاقيهاش؟ once إن أنت بديت تلاحظ ال scarcity triggers بتاعتك والقرارات اللي بتاخدها انطلاقا من إحساس الندرة، سواء كانت جاية من استخدام للمبدأ ده في التسويق أو من الناس التانية، أو جاية من ذهنية ندرة موجودة جواك أنت، وانس إن أنت بديت تشوفها وتتعرف عليها، تقدر إن أنت توقف وتفكر قبل ما تدي ليها رد فعل تلقائي من غير تفكير. تاني حاجة هي تغيير المنظور من الندرة للوفرة. فكرة الوفرة مش معناها إنكار الحقيقة أو الواقع، معناها اختيار أنت بتركز على إيه. لو عايز تشوف إن الفرص قليلة هتشوف ده، ولو عايز تشوف إن الفرص كتيرة كمان هتشوف ده. لو عايز تركز على كل القصص وكل الأمثلة وكل الناس اللي بتقول كلام بيحسسك إنه الفرص قليلة ومش موجودة، هتلاقي ده. لكن لو عايز تشوف الأمثلة وتسمع للناس اللي كلامها بيدل على إنه الفرص موجودة، مع شوية تدوير وشوية صبر هتلاقي الفرص المناسبة ليك. كمان هتلاقي الناس اللي كلامها بيدل على كده واللي قصصها والأمثلة بتاعتها بتوريك ده. فلما تلاقي نفسك بتفكر إنه مفيش كفاية من الحاجة دي، حاول تسأل نفسك لو ده فعلا حقيقي،
لو فعلا مفيش كفاية، ولا يمكن نكون محتاجين نغير النظرة، وإنه لو مش الحاجة دي بالذات هيبقى غيرها أو شبهها. لما تلاقي نفسك بتقول لازم أقبل أي عرض لحسن ما يجيش عرض تاني، حاول تفكر إنه العرض المناسب هيجي في الوقت المناسب، وإن العرض اللي مش مناسب حتى لو قبلته مش هيوصلني لنتيجة كويسة. كلامي ده مش معناه إنه غلط إن أنت هتقبل حاجة معينة أو ترفض حاجة معينة، لكن قبل ما تاخد قرار حاول الأول تشوف هل أنت باصص من خلال ذهنية ندرة عندك أنت. scarcity mindset بتخليك تاخد قرارات نابعة من الخوف وممكن توصلك لنتائج مش مناسبة ولا لأ. أحيانا بيبقى الصح إن احنا نقبل حاجة ممكن تكون مش هي بالظبط اللي احنا عايزينها، لكن ساعتها القرار بيكون جاي نتيجة لحسابات استراتيجية، مش نتيجة لخوف جاي من scarcity mindset. وفي العلاقات والارتباط بالذات مفيش حد شفته دخل علاقة بدافع من ال scarcity mindset ونجح في العلاقة دي أو مندمش إن هو دخلها. تالت حاجة، إزاي أستخدم ال scarcity principle لمصلحتي بطريقة أخلاقية ما فيهاش تلاعب وما فيهاش إحساس إن أنا بستخدمه لمصلحتي بس ضد مصلحة الناس التانية. الفكرة هنا سواء في الشغل، سواء في القيادة، سواء في العلاقات الشخصية، إن أنت تخلي السكيرسيتي حقيقية علشان الحاجة قيمتها عالية. في الحالة دي السكيرسيتي أو الندرة هتساعدك إن أنت تبين قيمة الحاجة، والقيمة العالية الحقيقية اللي موجودة في الحاجة هتخلي النجاح ده يستمر ويزيد. على عكس لما بتخلق fake urgency عن طريق ال artificial scarcity، يعني إن أنت تخلق إحساس بالضرورة وهمي عن طريق ندرة مصطنعة، وفي الحالة دي حتى لو كسبت على المدى القصير بترجع تخسر بعد كده بسرعة. ففي البيزنس مثلا لو منتج المتاح منه عدد قليل أو خدمة معينة مش متاحة لناس كتير علشان فعلا بيتحط فيها مجهود ووقت كتير، ساعتها كونها قليلة أو حصرية بيديها قيمة، وبعدين لما الناس بتجربها وتلاقي إنه الجودة بتاعتها عالية أو إن الخدمة متميزة ومختلفة، القيمة دي بتفضل موجودة. غير لما أكون بقلل في الحاجة بس علشان أعلي قيمتها ومفيش ورا الاستراتيجية دي قيمة حقيقية في الحاجة. فمثلا بقول إن الخدمة دي مفيش منها available غير ل10 أشخاص، وبعد كده ما بقدمش خدمة متعوب عليها فعلا، أو منتج بخليه قليل فقيمته بتغلى بس الناس لما بتشتريه بتلاقي إن جودته مش حلوة وما يستاهلش تمنه، ساعتها النجاح ده مش بيستمر. في العلاقات مثلا لو أنا بعمل نفسي مشغولة ومش فاضية إن أنا أخرج ومش فاضية إن أنا أرد، بس بعد كده لما الناس بتعرفني بجد بتلاقي إن ده مش حقيقي، أو لما بتتكلم وتقعد معايا بتلاقي إن أنا ما عنديش حاجة في حياتي أتكلم عنها، كل التمثيل والادعاء اللي أنا عملته ده مش بس مش بيفيدني، هو actually بيضرني لأنه بيطلعني إن أنا بمثل. لكن لما يكون وقتي، الإتاحة بتاعتي، اهتمامي حاجة قليلة ونادرة فعلا علشان أنا حياتي مليانة والحاجات اللي في حياتي دي كلها بتثقلني وبتثقل فكري ومستوى الحوار بتاعي، ساعتها وقتي واهتمامي هيبقى له قيمة علشان قليل، وكمان علشان الكواليتي اللي أنا قادرة أقدمها بوجودي في أي مكان أو في حياة أي شخص سواء بشكل بروفيشنال أو بشكل بيرسونال قيمة فعلا عالية. في الآخر الندرة ممكن تبقى فخ وممكن تبقى أداة، حسب أنا بستعملها إزاي. لو خليتها هي اللي بتسيطر عليا هعيش في خوف، هاخد قرارات متسرعة، وهقدم تنازلات ملهاش لازمة. لو فهمتها واستخدمتها بشكل حكيم هقدر إن أنا أزود في قيمة اللي أنا بقدمه واللي أنا بستفيده، واستغل كل الموارد بتاعتي صح وبشكل مناسب، واعمل اختيارات نابعة من ثقة مش نابعة من خوف. هسيبكم مع مقولة لسارة بن براثناك بتقول Both abundance and scarcity exist simultaneously in our lives. It is always our conscious choice which secret garden we will tend. الوفرة والندرة موجودتان معا في حياتنا، إنه دائما خيرنا الواعي أي حديقة سرية سنعتني بها. لو عندكم أي أسئلة، تعليقات أو اقتراحات تقدروا تبعتولنا على الإيميل podcast@yomnalmasri.com. لو الحلقة عجبتكم ممكن تسيبوا ريفيو، ولو حاسين إن حد تعرفوه ممكن يستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة ياريت تبعتوها له. لو عايزين تتابعوا الحلقات الجاية ممكن تعملوا سبسكرايب علشان مفيش حاجة تفوتكم، وعلشان ده بيساعد البودكاست إن هو يستمر. دي كانت حلقة النهاردة، ونتقابل إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية.